الكوكيز هعمله معاكم النهارده بطريقه سهله جدا. سعره بقى غالي جدا جدا بره، جبت لكم بقى الطريقه الاصليه اللي هتنجح معاكم من اول مره، والشوكولاته دايبه فيه جدا. يلا بينا ندخل على المكونات. اول حاجه معايا بوله حطيت فيها بضايه بدرجه حراره الغرفه، ونزلت عليهم بمعلقه صغيره من الفانيليا. هضرب البيضه بتاعتي كويس جدا جدا مع الفانيليا لحد ما لونها يفتح معايا. ممكن نستخدم هنا المضرب الكهربائي. وبعدين بقى مجهزه كوبايه من السكر، عليهم معلقة من العسل الأسود. بصوا ما تقلقوش، السكر هنا الأبيض مع العسل الأسود هيغنيني إن أنا أستخدم سكر بني، والطعم هيبقى ممتاز، والسكر هنا مظبوط جدا. بعدين بقى مجهزة نص كوباية من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة. هفضل أضربهم كويس جدا لحد ما الزبدة تدوب نهائيا. معايا بقى كوبايه وربع من الدقيق، عليهم نص معلقه صغيره جدا من البيكنج باودر، ونص معلقه صغيره من الملح. ما تقلقوش، البيكنج باودر يعني هيخليها بس من جوه تبقى نافشه كده، ما تبقاش من جوه عجين، تبقى نافشه. يعني الكوكيز بيبقى من بره كده كريسبي مقرمش، ومن جوه بيبقى طري، بيبقى طعمها تحفه. والملح كمان بيعادل الطعم مع السكر، خطير يا جماعه، هتجربوه هتدعوا لي. دلوقتي بقى احنا مش بنستخدم ايدينا خالص، بنعمل كل حاجه بالسباتيولا بتاعتنا. لمينا الدقيق، مبقاش فيه اي دقيق خالص زي ما انتم شايفين. وبعدين بقى مجهزه بار من الشوكولاته، تقدروا تستخدموا اي نوع شوكولاته انتوا بتحبوه وتقطعوها صغير. وهنحط كل ده على العجينه عندنا، هنقلب بقى كويس جدا جدا. وبعد كده مسخنه الفرن بتاعي وهظبطه على درجة حرارة 180. عندي صاج، حطيت ورق زبدة، لازم جدا ومهم وضروري ورق زبدة عشان الكوكيز يعني هيلزق في الصاج ومش هيرضى يطلع. عندي ورق زبدة اهو. دلوقتي بقى بشكل الكوكيز بتاعي بالمعلقه، انا هنا شكلته بالمعلقه. انا مش همسكه خالص لان طبعا العجينه بتلزق جدا، عجينه الكوكيز بتبقى بتلزق جدا. شكلته بالمعلقه بتاعتي، وانا هنا هعمله 8 قطع حجم كبير. لو انتوا عايزين تعملوه حجم وسط هيعمل معاكم 16 قطعه. مش قادره اقول لكم طعمه بجد عامل ازاي. هنا بقى بليت ايدي بس من الميه ومسكت كل قطعه بحيث يكون شكلها على شكل دايره، عشان في النهايه لما بيفرد في الفرن يبقى على شكل دايره زي ما بناكله بره بالظبط. قعد معايا في الفرن 25 دقيقة، وبعد كده شغلت الشواية دقيقتين بقى لونه ذهبي من فوق. شايفين؟ مش قادرة اقول لكم طعمه عامل ازاي. ريحته بجد تجنن، طعمه حلو قوي قوي قوي. الشوكولاتة فيه دايبة وسايحة، وكل ما تستخدموا نوع شوكولاتة انتوا بتحبوه وبتكون طعمه احلى كمان. وكمان معايا بقى مج كابتشينو كده بالكراميل جنبه. مش قادرة اقول لكم طعمه خطير. هتجربوا الطريقة وهتدعوا لي. وزي ما قلت لكم هنعمل مع بعض دايما وصفات سهلة وبسيطة. ولو وصلتوا لنهاية الفيديو بجد شكرا شكرا جدا على دعمكم ليا. اشوفكم بإذن الله في فيديو سهل وبسيط بإذن الله. مع السلامة.